وأنا حلوة شي؟ خلي جدك يجاوبك. يا حبيبة جدك انت بتطيري العقل. مريم، وين الذهبات اللي اشتريتوهم؟ لا تخاف، هنن معي. وقف ابني وقف. دخيله أنا. إيه ها؟ سعيد، سعيد، شلون جيت اليوم؟ مو على أساس مالك جاي؟ أخذت إذن من المدرسة مشان العرس. أهلا وسهلا حبيبي. خير ما عملت بجيتك؟ كيفك بابا؟ الله يرضى عليك. أهلا وسهلا بأخي سعيد. أهلين أخي سعيد. جبت لي التليفون معه؟ تفضل. فرجيني. حلو كتير. الكاميرا كمان. شفتوا هلأ التليفون اللي مصور. جابه لبلال؟ ورجيني بوسي إيد لشنو؟ عمك. لك بنتي ما تبوسي إيد عمك. خدي. عمي وهلا دور يلا نشوف، شفتوا بعضكم ونسيتوا كل شيء. رح يجي القائم مقام ولازم نستقبله. مريم يلا عجلي شوي. يلا 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 أنا نازل. يلا بسرعة يلا. يلا تعي. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. يا أهلا وسهلا، تفضلوا. تعال. إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك. عقبال ولادك. إن شاء الله أهلا وسهلا. الله يجعله خير. عقبال ولادك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عقبال الجميع إن شاء الله. يا أهلا يا رب. تهنوا يا أهلا وسهلا. الله يجعله خير. تفضلوا أهلا وسهلا. الله يسلمك. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم وأولادكم. يا أهلا وسهلا. إن شاء الله بتشوفوا على وشكم. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إن شاء الله بيتهنوا. تسلمي. الله يهنيك. تفضل أخي تفضل. إن شاء الله ألف مبروك. تفضل أهلين وسهلين. مبارك. شرف وسهلين. ألف مبروك. يا أهلا وسهلا. الله يبارك. أهلين تفضلوا. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إجا القائد مقام. وصل القائد مقام. تعالوا بسرعة استقبلوه. إجا القائد مقام. وصل. وصل قائم مقام. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سيادة قائم مقام. إن شاء الله ألف مبروك. إن شاء الله ألف مبروك يا جماعة. أهلا والله نورت البلد. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. شرفوا. تفضلوا. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. شرفتنا. عزو، في واحد اجا وبده يشوفك. خير مين هو؟ عدنان بيك جاي يشوفك، قال شغلة مهمة، هيك قال لي. أهلين شرفتوا. تفضلوا شرفوا. عدنان بيك عم يستناك. تفضل يا معلم. قال بدك ياني. انت رئيس الحراس مو هيك؟ ايه مزبوط. بدي كلفك بمهمة. السيد رشيد عنده ولد اسمه خليل، وصلتنا معلومات أكيدة إنه إرهابي. مو معقول، انتوا غلطانين. خليل ما بيعمل هيك شيء. ما بيعمل مو هيك؟ اسمع يا أخي، هذا السيد رشيد عنده ابن متبري منه، بتعرف بيشتغل بهديك الشغلة. ايه بس يا عزة شغله الأساسي إنه يدعم التنظيم. شو؟ وخليل مع أخوه وهو وحبيبته عم يمشوا هذا الشغل، وبدي منك إنه طلقته هو وحبيبته يا عزة. استغفر الله. شو هالحكي؟ ومين اللي بيحبها؟ شو هاد يا أخي؟ هالشي مستحيل. هالمرة بتكون مرتي.
مريم لا كذب. هي مو مرتي مريم. أخي قل لي إنه هالشي كذب. لا تأخذنا ما كنا نعرف إنه مرتك. المعلومات اللي وصلتنا صار لهم 15 سنة بيحبوا بعض. مستحيل، كذب، أنت عم تكذب. هي شغلتي، وصلت لك المعلومة. مع الأسف أخي عزو، مزبوط. مو معقول، من 15 سنة لكن صار لها 15 سنة عم تخونني، مو هيك؟ يا مريم، خربتي بيتي، حطيتي شرفي بالأرض يا حقيرة. بدي موتك وليه؟ بدي موتك. اهدى شوي، اهدى، لا تستعجل. انت شو عم تحكي؟ لك شلون بدي اهدى؟ فهمني شلون؟ لك في بني آدم بيقدر يهدى؟ هذا الجرف عم تخونني. أنا بدي ساعدك. أنت رح تنظف شرفك ونحن بنخلص من إرهابي، بس مو هيك. رح وقف جنبك. أنت حارس من عند الدولة، رح طالعك من السجن بدون ما تنام ولا ليلة. طيب شو سوي؟ شلون رح خلص عليها؟ بعد شوي بتجي المساعدة وبيهجموا على العرس، وهي العملية رح تكون ضد الإرهاب، ودغري منطلعك برات البلد. إذا هيك خلي رجالك يستعجلوا، لأنه ما عاد فيني أصبر بنوب. استنى شوي. افتحي تمك يا بنتي، يلا. برافو. شكرا كثير، يسلموا. تفضلوا. صحة وهنا. ألف صحة وهنا. ليش عذبتوا حالكم؟ أصلاً نحن ما رح نطول. معقولة يا سيادة القائم مقام؟ كلوا وبعدين بتروحوا. بصراحة جبت لك معي بشارة. قررنا إنه نبني مدرسة، وطبعاً اتفقنا إنه تكون هون مدرسة المنطقة، وسبب اختيارنا إنه ضيعتكم هي المثال بالمنطقة. نحن بنشكرك سيادة القائم مقام، هيك عم تخجلونا. من لما تأسست الجمهورية وضيعتكم الوحيدة اللي ما صار فيها تارات، انتوا حافظتوا على حالكم وبدون ما تتلوثوا بالإرهاب رغم كل ضغوط الإرهابيين. بإذن الله يا سيدي نحن ما رح نتلوث أبداً، وما رح نسمح لهم بهالشي كمان. يلا صحة يا روحي. خال احنا خدينا على جنينة، بدنا نلعب. بس حبيبي هون ما في حديقة ألعاب بنوب. يا الله شو بدي ساوي؟ شو رأيكم تركبوا على الحمار؟ يا سلام. تعالوا نشوف. يلا حبيبي إبراهيم، نحن رايحين. وين رايحة؟ حنان، مرني. نحن صار لازم نروح، لا تتأخروا. ايه طول بالك، مثل ما بدك، ما رح نتأخر. يلا مشوا يا أولاد. أستاذي؟ يلا تفضلوا، أهلا وسهلا. سعيد؟ أنت ابن هالضيعة؟ إيه، والسيد رشيد مثل عمي، ابن عمه لأبي. جيت على عرس ابنه. أنت جنيتي؟ شلون بتندهي لي بين العالم؟ وشو رح يصير يا خليل؟ مو شايف الكل مشغول بالعرس؟ في حدا جاي. أنا بدي أركب على الحمار. لك يا أولاد استنوا شوي. لك وقفوا، لك ما بيصير هيك، استنوا شوي. لك لا تركضوا، وقفوا. يا عبدو انت ليش خايف؟ لا تاكل هم بنوب. مثل ما بتعرف سبق وحكيت لك عن هالمرة. أنا مالي خايف من شيء، بس والله المرة أرملة يا أخي عبدو، وما لها حدا، وإذا بتاخدها إلك أجر وثواب. ليش هيك الحمار عالي؟ يمكن لأنه حمار. لا تقولي الحمار، هلا بزعل. فهمان عليك. ولساها صغيرة بالعمر. بس المهم بدنا نشوف إذا بترضى تنزل على ضرة ولا لا. شو بدها تساوي يعني؟ تنزل على ضرة ولا؟ أنا بفرجيك. عبدو! حنان، أنت شو عم تساوي هون؟ شو عم ساوي اجيت لحتى فرجيك قيمتك. قيمة شو؟ بدك تجيب لي ضرة لأنه ما جبت لك ولد، مو هيك؟ ضرة شو؟ كيف بتساوي هيك فيني يا علي؟ كيف حتى قولي بالك اشرح لك. والله مو هيك، شوفي أنا عم وزع مساعدات القائم مقام. استني شوي. ليك يا عم بذمتك كلامي مو صحيح؟ جايب هالمصاري لحتى تاخذ المرة وتروح، مو هيك؟ أي مرة؟ شو فكرني غبية لهالدرجة؟ ليك العالم بتمشي علي يا عبد الرحمن، أنا بورجيك والله العظيم العظيم كيف بتمشي علي، أنا بفرجيك مع مين بدي إيش يعني؟ يا ربي أنا نسيت الأولاد، يخرب بيتك.
بنتحاسب بالبيت عبده، والله يفرجيك. قولي يا عم اكلناها والله. امشي خلينا نوزعهم يلا بسرعه. يلا بيصير اخي عبدو. يلا شرابها بتفيدك. يلا يا رجال خلونا نمشي. يلا عرقت كتير يا ابراهيم، انا ما قلت لكم لا تركضوا؟ كنت تحكوا لامكم ها، بعدين بتقلعني وما عاد فينا نلعب ونروح على الحديقه. يلا اركبوا لشوف. يلا بخاطركم. مع حبيبي السلامة. تعال. الله ييسر لكم ويديمكم فوق راسنا. امشي. بس حق تتأخر على المدرسة، ماشي؟ سعيد ما بيصير تهمل دروسك أبداً. أخذت إذن اليوم وبكرة بس. الله معكم. الله ييسر لكم. ألف الله مبروك. يبارك فيكم. الله معكم. قائم مقام هون. حبيبي ليش عم تصوت؟ أنا منيح أمي. عم يوجعك شي؟ لا ما فيه شي، بيكون متشردق بشي شغلة، مو هيك؟ إيه. هلا وقت التنفيذ. يلا يا رجال فرجوني حالكم. رح استناكم بالخرابة. السيارة رح تكون جاهزة ودغري بنهرب من هون. ما كان لازم تعملي هيك يا مريم. بابا خير شو في؟ مريم ورجيني حالك. شو عم تسووا؟ هدول شو ذنبهم؟ سد حلقك، هيك الأوامر. بابا أنت شو عملت؟
راح فيكم شيء؟ لك شو عملت يا عزة؟ ما صار كل شيء. عملت يا عزة؟ خليل أخي خليل شو صار له؟ ما في شيء. خليل أختي سامحيني إذا غلطت، لا تقولي لأمي إني متت. أخي خليل بوس إيدك لا خليل لك شو عملت يا عزة؟ حرقت لي قلبي يا عزة. خليل ليش هيك عملت يا عزة؟ حرمتني من أخي. الو شرطة، تعالوا على ضيعة دشلم. ها؟ بسرعة بس، في جرحى كثير وفي كذا قتيل. ها؟ يلا بسرعة. انتوا شو عملتوا؟ لك ليش قتلتوا الأولاد؟ اسمعني، أحسن لك إذا بتسكر تمك. نحن عملنا شغلنا، عملنا هيك لنحمي الدولة. هيك بتحموا الدولة؟ كلهم قرايبيني، لك ليش هيك قتلتوهم؟ هدول بشو كانوا عم يضروا الدولة؟ حاجتك ولك، قاعد بالسيارة. أحسن ما قلت لك. يا أخي هلأ بيجوا الشرطة. الله ينتقم منهم. شد حيلك يا أخي، شد حيلك. شو عملوا فيك يا سيدة العرسان؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم منهم. أخي خلص يا أمي، ليش هيك عملتوا؟ كفي يا أمي، هدي حالك. ليش هيك عملوا؟ تعالي لهون. ماما انت ليش هيك عم تساوي؟ من اليوم ورايح علاقتك انتهت فيهم. هلا صار في بيناتنا تارات، يلا امشي يلا. روح مرتي ولك، لا تتدخل ولك. عم اقول لك اتركها. يا روح هيك انت روح. ماما بس ولا اخي بترجع بابا روح مرتي ولك. شان الله شان الله هلا ولك اتركها. عم اقول لك حرك يلا. ماما امشي يا ابني تعال. امشي نسرين مشان الله تعال اسمعني شوي. يا مشان بني الله يا ابني خلينا نفكر شو بدنا نساوي. تعال يا ابني تعال مشان الله لك يا تعال. رب شو بدي اساوي. نسرين لك تعال معي يا ابني يلا. اخي مشان تعالي. الله مشان الله لا تقرب لي بيتي. اي بيت هاد؟ ليش ضل في بيت قدام عمايل هالاندال هدول؟ فوتي لجوا فوتي يلا. ماما كل هدول رجال والدم عواضه دم.
إبراهيم ابني حبيبي شو صاير لك؟ تعال لشوف. ابراهيم إبراهيم قل لي شو عم تحس؟ حنان عندك شي بخاخ؟ والله يمكن بشنطايتك ما بعرف. سيارة يلا حنان ماشي يلا. أمي حبيبي قل لي شو عم تحس؟ اعطيني شوي ان شاء الله هاتيها بسرعة. خالي حنان نبهته وقلت له مشان ما يركض حتى شو؟ ما يعرق ويضربه الهوا. حنان شلون تسمحي بهالشي؟ والله أنا مو هيك قصدي، أنا قلت لهم يعني والله ولك أنا قلت لكم يا أولاد خلينا ناخذ على المشفى. أنا شفت عبده، يعني لما شفت عبده تلبكت شوي وتركته لحاله، قلت لهم لا تركضوا. يا عمري حبيبي أنت لا تخاف، هلا رح تتحسن. يا عبدو الحقنا يا دكتور، بالضبط سيادة القائم مقام. في مسلحين هجموا على الضيعة وقتلوا عالم كثير، وصار في شغلة تارات ورجال عشيرة رشوا حاملين سلاح وقت بدهم ياخذوا بالتار. شو؟ استغفر الله. طيب أنا جاي فورا، استنوني ماشي أنا جاي. طارق شو في؟ خير شو في؟ صايرة جريمة بالعرس ومضطر أرجع. أنتوا روحوا على المشفى. طارق قل لي شو مشان إبراهيم؟ يا ديال أيمن طيب ماشي أنا باخذهم يلا. اتفقنا؟ إذا ما بروح رح ينقتل ناس كتير. ماشي طارق أنا باخذهم، أنت لا تاكل هم. عمك ليش نحن مين قلنا غيرهم يا ابني؟ إذا ضلينا رح يقتلونا. وشو من شان مرتي نسرين؟ ولا بنتي كمان؟ بس أنا رايح. أمجد تعال هون ابني عود. بس لتهدى الأمور بنعمل واسطة ومنروح على الحكومة. هلأ ما فينا نعمل شيء، بكفي نروح من هالضيعة بدون ما يصيبكم شيء. ماشي؟ استناني لبين ما أجي. أمي ولكن عارجين. ابني الحمد لك يا ربي. بلال أخوك وينه؟ ما بعرف يا أمي، آخر مرة شفته بالعرس. يا رب بابا ليش هيك ساوى يا أمي؟ ليش؟ هلا اتركك من أبوك، أنت فوت لجوا وخليك جنب أخوك، أنا خايفة يعمل شيء. وبس لاقي بلال رح نروح من هالضيعة فورا. يلا يلا ابني. أخي لوين رايح يا أخي؟ رايح جيب مرتي وبنتي يا سعيد. استنى شوي هلا بيقتلوك. لا توجع راسك فيني، انتوا روحوا وبس ترجع امي خليها تسامحني. انا لا يمكن روح لمكان قبل ما اجيب مرتي وبنتي يا سعيد. لا تغلط يا أخي. سعيد انت لا تدخل فيني، بترجاك لا تروح. سعيد عمل لك بعين. سعيد فوت لجوا، يلا فوت سعيد. على مالك. شفتي لي ابني بلال؟ دخيلك شفتي لي ابني بلال؟ بلال بلال ابني أمي 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 لا تخاف، ما عاد في شيء، لا تخاف. تعال خلينا نروح. عم نستنى المساعدة، عم نستنى المساعدة. أبي مالن هون؟ ما لقيتن. روح دور عليهم، هالمشكلة لازم هلأ تنحل، وإلا نحن منتشرشحها. أنت بتأمر يا أبي.
سعيد 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 ابني، لك ابني وينه أخوك؟ راح لهنيك، زتني على الأرض وراح ليجيب مرت أخي. يا ربي لك شو هالمصيبة يا ربي. اسمعوني، اصحكم تطلعوا من هون، ماشي؟ اصحكم تطلعوا، اتفقنا؟ أنا هلأ برجع. سيادة قائم مقام، سيادة القائم مقام، بترجاك واقف شوي. شو في يا أختي؟ داخلي على عرضك يا سيادة القائم مقام، مشكلة الدار، هلا بدهم يقتلوا ابني أمجد. طيب لا تخافي، اهدي شوي، قليلي لشوف شو صار. جوزي اللي قتل هجم على العرس وقتل العالم وراح يا سيدي، وبعد ما صار هالشي اجى رشيد واخذ كنتي وحفيدتي لعنده على البيت، وامجد راح لهونيك مشان يجيب مرته وبنته، ومثل ما بتعرف هن كل شي بحياته، واذا ما لحقناه هلا راح يقتلوه. طيب اهدي شوي ماشي، اهدي شوي، لا تخافي، هلا بنروح لعنده، تفضلي اطلعي، يلا يلا. هدي حالك، قتلوا ابني. تعالي. صار له مصيبة. اهدي شوي. الله ينتقم. طولي بالك، طولي بالك، الله يوفقك، طولي بالك. خلص. شو الوضع سيادة الطبيب؟ في كثير قتلة وجرحى يا سيادة القائم مقام. شو هالمصيبة يا ربي؟ استغفر الله، شو هالوحشية هي؟ يعطيك العافية. الله يعافيك سيادة القائم مقام. الخطر الرئيسي اللي عم يتربص فينا هو مسألة الدار. التقيتوا برشيد آغا؟ مع الأسف ما بده يحكي بنوب. سيادة المحقق، سيادة المحقق، شفتوا لي أمجد؟ شو عملوا فيه؟ من وقت ما اجينا ما صار شي جديد. الحمد لله. سلامة راسك يا آغا، الله يصبركم. بعرف إنه مصيبتكم كبيرة، فينا نحكي شوي؟ الله يسلمك يا سيدي، بس ما في داعي. اسمعني آغا، آغا في شي؟ نسرين بابا بسرعة. هلا بيعصب علينا. لعبتي بنتي، بدي لعبتي. روحي انت، يلا بسرعة. تعي لهون. نسرين روحي، يلا بنتي، يلا بسرعة. شو عم يصير هنيك؟ عيشة أمجد، عيشة. تعالي لهون.
عايشة ضلت جوا. تمام وقفوا وقفوا. إذا بدكم تقوصوا أوصوني بالأول. نزلوا سلاحكم. هي أنا قدامك، ماني مسلح. الدولة واقفة قدامك بدون سلاح، وأنت كمان نزل سلاحك وخلينا نحل المشكلة. نزلوا. أعطيني بنتي يا بابا. مالكن عنا شي بنوب، يلا روحوا من هون. ليش عم تكذب؟ ما بتخجل على حالك؟ نحن بنعرف انه البنت جوا. بعدين انت امتى كان فيك تحكي؟ شلون بتحكي بوجود السيد رشيد؟ ابني عم يحكي صح يا سيدي، نحن ما عنا حدا ابدا. منفتش فورا سيدي. ما في داعي، لأنه هالحريقة بدها طفاية. ليش ما عم تفتشوا؟ بنتي جوا، بدكم تتركوا لهم إياها. إذا هلأ بدي وافق على التفتيش معناتها رح تقل نسبة إنهاء مسألة التار. بعدين ما بيقدروا يأذوها لبنتك. يعني إذا فتشنا البيت رح يزعلوا من الدولة ورح تستمر مسألة التار. سيادته عم يحكي كلام صحيح ومزبوط. تعي خلينا نروح. يلا حبيبتي يلا، لا تخافي، رح نجيبه. يلا ايه نسرين يلا حبيبتي يلا. فرمان المهاره دجمن كتيونا ما قلهاره اما زردوش خو بقرن لوريكا وحمسكي ندم دوست دجمنو ليا ما بدي اكل. لازم تاكلي عني. ما بصير هيك. ماما وينك يا ماما؟ لك تعالي يا بنتي. ماما تعالي لهون. هذا البيت الكبير صار خرابة وانكسر جناحنا. هن انخربوا لنا بيتنا، هيك بدهم يانا نروح من هون. يا رب ساعدنا يا رب العالمين، ساعدنا يا رب. مملكت خدا چه دوستو یاره دور گلو هوالا ولاتي چه زوره غریبی چه زوره تعالوا. قامت شرطة اسطنبول بوضع يدها على عملية كبيرة لتهريب المنظفات السائلة والجافة، حيث يتم استخدام هذه المواد في المتفجرات. رح نقضي ليلتنا هون، والصبح بكير رح يجوا ياخذوكم، وبعدين رح تسافروا برات البلد.
وبس يضيق خليكن هون طلعوا تمشوا. يعني نفس القصة، برات البلد وكمان جبال. حافظ درسك. أعزائي المشاهدين، والآن نصل إلى الخبر المأساوي لهذه الليلة. ما زال الحديث يتناول جريمة القتل الوحشية التي تمت في قرية دشلم أثناء حفل العرس، ولعل من أهم الأسباب هو الفهم الخاطئ لمسألة قضية الشرف، عندما ظن رئيس الحراس عزو بأن زوجته مريم على علاقة بشخص، وتبين أنه شقيقها. عزو أغار بصحبة 4 أشخاص على العرس، والذي ظهر فيما بعد بأن خليل وهو شقيق مريم قد قام رئيس العشيرة بتبنيه قبل سنوات طويلة، وثمن هذا الفهم الخاطئ كان 25 قتيلاً و10 جرحى. نعم، والآن ننتقل إلى مراسلنا في مكان الحدث. عزو وقف. أعزائي المشاهدين، إنها قصة تراجيدية. والله يلي بيطلع من هالباب تشاهد وحشية مثل هذه في يوم سعيد مثل هذا اليوم. الأمور تمام يا سيدنا، المنطقة كلها صارت حمراء. بلش موضوع الدار، وعم نستنى من رشيد آغا إنه يروح ويقتل حدا من عائلة عزو، وهيك بنكون وقعنا بيناتهم. أيوة مزبوط معلم، ما رح نلاقي صعوبة إنه نشتري أراضيهم العايمة على النفط. لا يا معلم، ما حدا بيعرف بالنفط بنوب. هيك لكان كل شي كان مشان النفط، خربتوا حياتنا مشان النفط. انت شو عم تساوي؟ اهدى شوي. لا تتعب حالك، بس يجي العسكر بتحكي لهم كل شي. بس رشيد آغا يعرف بهالشي رح ينتهي موضوع الدار تبعكن. الو، انا عزيز رئيس الحرس، بدي اخبركن شي مهم كتير. تفضلوا تفضلوا، فوتوا. تفضلوا فوتوا، شرفوا. هذا البيت أمان بالنسبة لكم. عبده موظف عنا أهلا هون، وسهلا. وهو رح يأمن لكم كل احتياجاتكم، وبكرة بنبعتكم على اسطنبول. يمكن إلكم قرايبين هنيك. اختي كمان عايشة باسطنبول، وجوزها بيشتغل دكتور، يعني هن بيهتموا فيكم. بلا بنتي ماني رايحة أبداً لمحل. إن شاء الله بكرة منلاقي حل. هلأ ارتاحوا، أنا هلأ لازم أترككم وروح. الله يرضى عليكم يا سيادة القائم مقام. بعد الحادث، وأثناء قيام المحققين بعملية التحقيق، قام أقارب السيد عزو رئيس الحراس بترك القرية بشكل جماعي. وخلال هذه الفترة الصعبة، الأمور ستكون أكثر تعقيداً في القرية، وتلك الأحداث لن توقف البحث عن الحقيقة، ومسألة الثأر من الممكن أن تتطور بشكل أكثر سوءاً. هذا وقد تبين أن أفراد أسرة عزو هم المطلوبين بالدرجة الأولى. هذا وقد قام السيد طارق قائم مقام المنطقة بحماية الأسرة كتدبير أولي. بابا حبيبي. إبراهيم يا روحي أنت. بابا لسه ما إجا يا أمي؟ حبيبي هلأ بيجي، رح يجي يا قلبي. مبين صار أحسن اليوم، وإذا بدكم فيكم تطالعوا اليوم يا خانم، وإن ما بدكم فيكم تأجلوا للصبح. وضعه العام جيد، مضى وقت وما صار معه شيء، وقد ما تحاولوا تحموه إلا ما ينعدى، تقدري طالعي بأي وقت. معك حق دكتور. عليه العافية إن شاء الله. طارق لهلأ ما أجا. أيمن ما بتصدق قد إيه أنا مليت من هذا الوضع. بتحس وكأنه عايش كرمال غيره، مو معقول يفكر له شي شوي بابنه وبعائلته. انت عم تبالغي اختي، هو ما راح لينبسط، هذا شغله. شو ما كان يكون، أنا ما عم بقدر صدق كيف بيترك ابنه هيك وبيروح. لا تستنى مني إني أتفهم يا أيمن. ديالا، انت بتعرفي إنه ما في حل تاني. إيه بعرف، لازم كون تعودت بقى، ما هيك؟ طارق دائما هيك ورح يضل هيك. كيف وضعه؟
منيح، نام وهو عم يسأل عنك. الدكتور قال فينا نخرجه، لازم يرتاح شي كم يوم. طارق، شو صار؟ كم شخص ميت؟ جابوا جرحى كتير لهون. طارق قل لي مين وليش عملوا هالشي؟ هالشغلة فيها إنا يا أيمن، بس لهلا ما قدرت أعرف. الدرك عم بيلاحقوا المجرمين، والتحقيق هو رح يبين كل شيء. المنطقة محاصرة، ما فيكم تروحوا لمحل. سلموا حالكم، اطلعوا لبرا وانتوا رافعين ايديكم. اجوا، انت عم تغلط كتير. سلموا حالكم. حتى لو كمشكون رح يضلوا سراحي. هذا التنبيه الأخير. أنا معي هوية. أنا طول عم حذركم. أنا رجل دولة، وما بتعرف الورطة يلي عم تتحالف فيها. اتركني بحالي. آخر مرة سلموا حالكم. سلموا حالكم. يلا تحرك. رح نسلم حالنا. خدهم كلهم. ما استغربت كتير لأني شفتك. لا ما استغربت يا غبي، خربت كل عمليتي. اتركني وإلا رح يوجعك راسك كتير. عم اقول لك اتركني، ما تحط راسك بين الكبار وإلا بتندم. خلاص. خليك شوي تانية كمان، بيكون فاق. تأخرت كتير. أنا عندي شغل كتير مهم لازم خلصه بسرعة. تفضل سيادة النقيب. أيوة، معناتها كمشتوهم. كان مبين إنه هن ورا هذا الشيء. ماشي، أنا جاي فوراً. طارق شو صار؟ كمشوا المجرمين وعدنان بيناتهم كمان. كنت واثق إنه الأحمر ورا هالشغلة هي. أهلا وسهلا سيدي. مرحبا. تفضلوا. لكان انتوا ورا هالقصة هي كمان. احكي لشوف، هالمرة على شو راسمين؟ أنا ابن دولة وعم نفذ مهمتي. حكيك بيعني إنه نحن يا سيد عدنان عم نعيق تنفيذ مهمتك. أنا بعرف كل شيء يا سيادة القائم مقام، بس أنا إلي عندكم طلب. بدي تبعتوا لي مرتي مريم. بدي شوفها لآخر مرة. ماشي، احكي لشوف. هذا الزلمة اللي اسمه عدنان قال لي إنه مرتي عم بتخونك، هيك ضحك علي وبعدين خلانا نهجم على العرس ونقتل. أتاريته كلامه كذب بكذب. الهدف إنه يوقع العشيرة ببعضها مشان يشتروا أراضي رشيد آغا المليانة بالنفط. ما بظن إنه الدولة رح تصدق واحد مجرم مثلك ولك. سد بوزك ولا؟ الدولة ما سألتك مين بدها تصدق ومين تكذب. طبعاً تعودتوا تحطوا إيديكم بكل شيء، ولما بتطلع الأمور عن سيطرتكم بتصيروا بتعيطوا مثل الكلاب المدعوس على دنبة.
برقية مستعجلة من المركز سيدي. طالبين إطلاق سراح عدنان. مو أول مرة بيصير معنا هالشي. بفضل هيك وثيقة عم نطلق سراح العشرات يلي عم نوقفهم بعد عمليات التفجير والاشتباكات اللي عم تصير. وقف وقف. هذا رح يضل هون، رح يبقى لحتى ينعرض على المحكمة. أنا رح بحكي مع المدعي العام. بس بموجب عم قل لك ما تطلق سراحه، أنا هون المسؤول. أنا بقنعه للمدعي العام. عم تغلط يا سيادة القائم مقام، بعدين بتخسر مركزك وبتشوف. عم تغلط كتير هون. بالعكس تماماً، عم ساوي أحسن شي بحياتي، لأني هون عرفت ليش وكيف ومين يلي عم يشجع الإرهاب، وبعدين كيف بيغزوه بيكبروه لحتى يتمادى على الناس. حضراتكن عم تهينوا الدولة كتير لما بتتاجروا بالدم وبالموت. طالما الدولة ما تخلصت من ناس مجرمين مثلكن لا بيوقف الدم ولا الإرهاب. بس هالمرحلة رح تتغير ورح تطلع الشمس وانتو رح تتدمروا كلياتكن. انتو ما عاد فيكن تلعبوا بأرواح الناس أبداً. بكفي بقى سيدي. إذا بتريد سيدي، ما في داعي تهددوهم هيك على المكشوف. أنا برأيي إنه هالمرحلة لسه معها وقت. شعوري مثل شعوركم وأكثر يا سيادة القائم مقام. عم بستنى إمتى هالناس الوسخة رح تندق جوات السجن. أنا برأيي إجا الوقت يا سيادة النقيب. في عائلات لازم تنحمى، وكمان في دم لازم يتوقف، وفي أراضي البلد يلي رح نخسرها. بقى كل ما بيبقى هالزلمة هون كل ما بيكون أحسن. هدول جماعة جبناء كتير لأنهم حاولوا إنهم يخونوه، وهذا بكفينا هلأ. لا أمي، هيك ما رح يمشي الحال. أنا رايح لجيب بنتي. شو ما كان يكون التمن رايح جيب بنتي. اقعد محل مانك قاعد. أنا رايحة، إلا ما يجي يوم وأهرب. والله ما بيخلوك عايشة يا بنتي. أنتي دستي على الأعراف وقفتي بوشها يا بنتي. استنوا أنا بشوف. لا تحركوا. إلكن عندي خبر كتير حلو. مثل ما توقعنا في شغلات تانية ورا هي القصة. إيه منيح. وشو دخلنا بالشغلات التانية نحن؟ في ناس بدهم القصة تصير قصة تارات، لأنهم بصراحة طمعانين بأراضي العشيرة. بقى لما بخبر رشيد أغا بهذا الشيء أكيد رح يتفهم القصة. إن شاء الله يا سيادة القائم مقام، إن شاء الله. انتو ما بتعرفوا لأبي يا سيادة القائم مقام. إذا عند ما حدا بيقدر يخليه يتراجع. طولوا بالكم، الله كبير، إلا ما يتراجع عن رأيه. بس عزو طلب مني إلكن شغلة. هو حابب يشوفكن لآخر مرة. قتل أخي بإيده وجاب كل المصايب لأولادي. ماني رايحة لعنده لأنهم كذبوا عليه وكتير ندمان، بس أكيد رح ياخد جزاؤه. بس على القليلة لا تستكتري عليه هاي الشغلة. ماشي، بس كرمال خاطرك. أنا كمان جاي معك. ابني خلص بقى، الجماعة عم يدوروا عليكم بكل محل. لا تجيب لنا المصايب. اقعد بأرضك واهدى. لا، ما عم تسمحي لي روح لعند بنتي؟ إيه طيب خليني أشوف أبي. طيب أنا بروح مع أمجد، وأنت لا تتخلى عنا يا سيادة القائم مقام. كل أملنا فيك أنت. لا تاكلوا هم، أول على آخر رح بنهي شغلة الدار. لكن القائم مقام هو طارق، كيف بيتصرف هيك؟ طيب انتوا شو عم تعملوا؟ ليش ما حاولتوا منعه؟ أنا ما فيني أعمل شي هون.
لساتكم مصرين انه هالقائم مقام يضلوا عايش؟ خلص وقتك. ما بدك تكن عنا بقى؟ ها؟ مين ما كنت تكون؟ ما رح تقدر توقف بوشي. أنا بدوس على الكل. أنا بمشي فوقهم وما بحس بحدا. حدا اتصل فيني يا ايناس؟ ايه تلفن لك سيادة المحافظ، قال لساته برات البلد واحتمال يتأخر حتى يرجع شوي. وغير هيك عنا هون وثائق بتخص المناقصات، في منهم هون على طاولتكم، وقال لازم توقعوا عليها فوراً. اتركيني حتى اشوفهم. هدول ما رح اوقعهم هلا. لازم روح على ضيعة دلشم، وبس لارجع بدي ادرسهم، لانه هالمناقصة شغلت لي بالي. ماشي استاذ. الو، هلا راح على نفس الضيعة معلم. ايه، على ضيعة عزو. هيك برأيك؟ أنت قرري. إذا كان في داعي للقتل قتليه، بكفي إنه الشغل يمشي. فهمتي؟ ماشي. كيف الزعيم؟ اللي شفته شي عن قريب؟ صار لي زمان ما شفته، بس الزعيم دائما منيح. مزبوط، الزعيم دائما بيكون منيح، بيهتم بحاله منيح. هلأ خلينا نرجع على شغلنا. باعتبارك رئيس مجموعة حماية الحزب، وبالإضافة إنك تحالفت مع التنظيم، وإنك قدرت تدمر كل يلي حاولوا توقيف شغلنا بأي وسيلة، بس هالمرة بدك تشتغل بكل قوتك. بدك تقتل لي شخص واحد عم يأثر كتير على شغلنا. مين هو؟ هدفك القائم مقام طارق. بما انه عدنان جوا فبدي اياك تقتل طارق بسرعة. وصلت لعيونك. اساسا في حساب بيناتنا لسه ما اكتمل. ورجيني عزماتك فورا، انهي لي هالشغلة. هلأ رايح باتجاه الضيعة، رح يمر على الكازية ويعبي بنزين. تأكد انه ما معه مرافقة وخلص عليه. تأمر، انت لا تاكل هم. اهلا وسهلا يا اخي. اهلين فيك. قديش عبي لك؟ لترين ونص. تفضل. يسلموا ايديك. يعطيك العافية. القائم مقام هلا طلع،
مع 5 سنكات بس على الفاضي، لأني عبيت له بنزين مخلوط بمي، ما راح في يمشي غير 3 كيلومتر. حلو، معناته ما معه بنزين وهيك رح بيكون أسهل. الكل ياخذ مكانه، يلا بسرعة منك له، يلا رح نحاصر المكان كله، عم تفهموا؟ بعد لي هالسيارة منها، بعتوا المساعدة على المنطقة 8A. يلا يلا بسرعة ولك، يلا يلا. بسرعة بسرعة بسرعة. اللي لشوف كيفه ابني السبع. عم نساوي قلعة من الرمل، بس خالي حنان ما عم تعرف تساويها. يا ريت كنت هون. شو عم يحكي هاد؟ ليش عم تحكي هيك؟ بس هي بتعرف تهده. ليك لا تعذبوا ولا خالي حنان، اتفقنا؟ أنا كتير اشتقت لك يا بابا. يلا خلينا نعمله مرة ثانية. استناك، ما رح نام حتى تجي. بوعدك اليوم رح ارجع بكير على البيت. معناها اتفقنا. شوف خلصنا، ومتى ما زبطنا هون بيكون صار منيح. شو عم بيصير؟ والله ما بعرف. قوس. هذا الزيامند هو ورا كل المصايب، وين ما رحنا بيطلع لنا بالسحبة. مين هذا الواطي؟ ما بعرف، بس وين ما كان بيطلع بوشنا. بطل شعبي جديد بيسموه زيامند. قوس ولا قوس. هي 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 انت مين انت؟ شبح واقف حاكيني، شبح مين انت؟ نفسي اعرف، نفسي اعرف.
العملية ما نجحت، ما قدرنا نخلص عليه. ما رح تقدروا ولك ما رح تقدروا. طالما أنا عايش ما رح تقدروا. رح بنتقم لابني ولكتير ناس شردته. دلدولي يلا كل تفاحة يلا. ما بعرف حدا بيستاهلها غيرك، ويا دلدل انت بتستاهلها. يلا خدها وكلها. دلدل شفت كيف خردقت لك يا هون؟ خود كل. دلدل شفت كيف خردقت لك يا هون؟ اضحك ولك اضحك. روح بتستاهل تضحك وبتستاهل تاكل. ما حدا غيرك بهالدنيا بيستاهل ياكل تفاح. يعطيك العافية. الله يعافيك. هالخانم مرت واحد محبوس عندكم، والقائم مقام سمح لنا تشوفه. بس انت فيك تفوتي. بس اطلع انا بتشوفه انت. ايه خد واحد من الشباب وخليه يشيل الزبالة اللي هونيك. امرك تعال سيدي. أخي مجدعة، نحن رح نستنى هون. مريم شوفي ليش خليتني اجي لهون؟ مريم بوس ايديكي ورجليكي سامحيني، والله ما كنت بعرف انه هالزلمه اخوكي. لكن شو ظنيت ها؟ شو فكرت؟ اجا واحد غريب ولعب بعقلك وافترى على مرتك وانت صدقته. ما خجلت من حالك؟ ما تضايقت ابدا؟ ما عرفت يا مريم، ما عرفت انه اخوكي اللزم. خليل المسكين، اخي اليتيم. امي عطته لرشيد اغا حتى ما ينقتل بشغلة الطار يا عزو. رباه ودار باله عليه، بينما انت قتلت خليل بايدك من دون رحمة، وفوق هيك جبت المصايب على راس ولادك. انا الحرمة صرت لحالي، كيف بدي احميهم بهالدنيا؟ قلي كيف؟ شو اعمل؟ بوس اجريكي يا مريم سامحيني. ربنا اللي بيسامح يا عزو. والله لعبوا بعقلي يا مريم، كذبوا علي. ورجوني صورك، كنتي انت وخليل مع بعض وانا جنيت. شو في؟ شو عم يصير؟ ما عم بفهم شو عم يصير. ساعد. المجموعة جاهزة لتنفيذ المهمة سيدي. عسكر إلى اليسار دور. دغري على السيارة. خير سيدي، صاير شي؟ قائم مقام وقع بكمين. لا تقولها. طمني، كيف وضعه؟ قائم مقام منيح، بس المرافقة ما بنعرف عنهم شيء. أنا رايح على البيت. جيب أمي معك. استنى، لك لوين رايح؟ أمجد قلي شو صار؟ القائم مقام ما قدر يروح على الضيعة، هاجمين عليه. طيب أنت شو بدك تعمل؟ أنا رايح جيبها، ما بدي أطول بهالشغلة أكثر. سعيد لا تاكلوا هم، أنا راح أجيب لكم إياهم. أنتوا عائلة، بينما أنا إذا متت أو ما متت ما بتفرق مع حدا هون. بس إذا بجيب لكم إياها راح تفرق معكم كتير. سعيد إذا تريد وقف. سعيد لا تعمل هيك بيقتلوك. سعيد لا تروح والله بيقتلوك. سعيد. طارق، نشكر الله، الحمد لله انك منيح. أنا منيح. كيف وضعهم؟ بسيطة، جروحهم خفيفة، بس لازم ياخدوا علاجهم بالمشفى. يلا يا شباب. طيب قلي انت مانك جاي؟ ديالا أنا لازم روح على الضيعة. ساعدونا يا شباب. انت عم تتصرف بعدم مسؤولية. كلوا معنا يا شباب. الشغلة اللي بدي اياها منك انه على القليلة تفكر بابراهيم لما بتخطي اي خطوة. يا شباب. يلا أنا عم حاول إنه إبراهيم ما يعيش هالمصايب اللي عم تصير هون، ولا حتى إنه يشعر فيها شعور صغير ويعيش بقلق. يلا يا شباب ساعدونا شوي.
نامق كمال كان ممتاز بالعربية والتركية والفارسية، وهالشي أساس الثقافة القديمة.